انت متخيل ان حوالي اكتر من 6 شهور كنت بحاول اجمع المصادر المناسبة لتعلم الذكاء الاصطناعي لشخص زيي ما عندوش اي خلفية في البرمجة ولا في الرياضيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكمان مش اي مصادر عالمية اقدر اعتمد عليها وان هي تكون الصح. تمام. فبكل بساطة في الفيديو ده هشارك معاك كل المصادر اللي أنا جمعتها في خلال الفترة اللي فاتت دي، كشخص زيي عايز يعرف إيه البداية، وبعد ما يخلص الأساسيات يخش لإيه، وبعد ما يخلص اللي بعد الأساسيات يخش على الذكاء الاصطناعي إزاي. فكل التفاصيل دي هشاركها معاكم في الفيديو ده. بس فنركن ده ونختصر الحاجة. لو انت عايز تجيب المصادر بسرعة فبكل بساطة المصادر هتلاقيها في رابط الجروب اللي تحت. انت مش لازم تكون في الجروب بحد ذاته، ولكن اللي هو هتلاقي الرابط القناة بتاع التليجرام اللي فيها المصادر فيه. طبعا بالنسبة للجروب، لو انت عايز تقعد مع الأشخاص اللي زيك كده وزي بيتعلموا الذكاء الاصطناعي ولسه مبتدئين وممكن يسألوا بعض، في الجروب في شرط بسيط انك لازم اسبوعيا تشارك انت عملت ايه. حتى لو انت كل اللي اتعلمته انك رحت عملت برنت هلو وورلد في البرمجة، تروح تشاركها اسبوعيا. غير كده الجروب متبرمج انه يصفي نفسه، بحيث ان ممكن اقول ان انا هنا بحاول اجمع الناس اللي كانت علشان نشجع بعض وكده. المهم خلينا نرجع لحوار المصادر. طبعا او ممكن بقى لو انت مش فارق معاك جروب عايز المصادر بس، فهتلاقيها موجوده في القناه هنا. طبعا بالنسبه هنا ممكن تلاقي الفولدر لكل حاجه. تمام. هتكون هنا. او لو انت عايز بقى تخصيص، اللي هو انت عايز، لو انت بصيت هنا هتلاقي تفصيل الفولدر عامل ازاي، كل فولدر ماشي ازاي. هتدوس على الرابط هيوديك على، لو انت دخلت هتلاقي مقسوم جزئين. ركز طبعا بالنسبه لجزء الرياضيات وبالنسبه لجزء البرمجه متقسمين نفس التقسيمه. لو دخلنا هنلاقي الموضوع بالشكل ده. طبعا هم يعتبر 3 فولدرات اساسيين: بيزك، الاساسيات، ما قبل الذكاء الاصطناعي، واللي هو الذكاء الاصطناعي. هتلاقي حاجة غريبة 1 و2، ده يدل على المستوى، بمعنى انك ممكن تمشي في المسار الاساسيات ما قبل الذكاء الاصطناعي 1 وتخش على ده عادي، مفيش مشكلة، مش هيحصل حاجة. أو إنك أنت تتعمق في يعني مثلا إيه، إحنا هنا بنتكلم عن الرياضيات، أنت ممكن تخش على دي وبعدين ده على طول، بحيث إن الفرق ما بين الاتنين مش كبير. الحاجات اللي هنا هي الحاجات اللي هنا، ولكن بشكل عميق ومتقدم. وده هيساعدك أكتر قدام، يعني خاصة بالنسبة، يعني سيبك من الجزء اللي هو آه، AI ماس 2، ولكن بالنسبة للجزء اللي تحت ده، لو انت عمقت نفسك في ما قبل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، هتخش على ده وحتى تخش على اللي بعدها كده. كل ما تهتم في الأساسيات وتعمق نفسك فيها وما بعد الأساسيات، كل ما اللي بعد كده هيكون أسهل. أنا بالنسبة لي المسار اللي ماشي فيه هو إن أنا ماشي أساسيات، خلصت أنا الأساسيات وهدخل على، أنا هنا دلوقتي بري اي اي ماس 1، وهدخل على 2 وبعدين دي، وبعدين دي طبعا هتلاقيها أصلا متقدمة جدا. لو احنا رحنا في البرمجة هتلاقي نفس الموضوع، ممكن تمشي كذلك أساسيات البرمجة وما قبل البرمجة 1 و AI بروجرامينج 1، وهتتعامل عادي وهتعرف تعمل. ولكن لو انت عايزه عمق بقى، عمق بمعنى انك انت تكون خبره اللي هو ايوه دي كده، وتكون ممكن نقول على طراز عالمي، فالمسار الطويل هيكون افضل. رغم انك انت كده حتى لو مشيت على المسار اللي قصير نسبيا، هترجع قدام وتخش على 2 و2، سواء في الرياضيات او بالنسبه للبرمجه. ده المختصر. طبعا في حاجه اخيره والمفروض كنت قلتها في الاول، ولكن هي بكل بساطه ان لو الموضوع رخم عليك في حوار التعلم من الكتب، لأن الكتب بالإنجليزي، فبكل بساطة ممكن تفتح الفهرس، ومن الفهرس تشوف المواضيع والترتيب الخاص بالكتاب، وتروح تدور على حد شرح المواضيع دي فيديوهات. رغم ده هي الطريقة الأفضل، لأن أنت لو أنت رحت بحثت كده بشكل عام، حد زي كده أو أي حد على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب، محدش هيديك المسار كامل ولا هيديك كل حاجة ولا كل موضوع أنت تمشي فيه. هو هتلاقيه بيديك حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا. ولكن الكتب هتبقى عاملة زي الخريطة ليك، اللي أنت ممكن إيه، هتبقى عارف رايح فين. هتفتح مثلا الكتاب، أو الكتاب خاص بالماشين ليرنينج مثلا، هتبص على المواضيع، عارف الموضوع ده واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. احنا بنتكلم هنا على ترتيب أكاديمي موثوق، يدرس أو محترف بيه عالميا، مش مجرد اللي هو كده، فاهمني؟ أو إنك تتعلم من الكتب، وده يفضل رغم إن أنا برضو ضعيف على فكرة في الإنجليزي، ما بفكرش إن أنا أعلمي في الإنجليزي. ونزلت فيديو إزاي بتعامل وأنا بذاكر في كتاب إنجليزي. كان الكتاب ده حتى
ان هو بترجم عادي، وكده كده الترجمه بتقل، ولكن هتعمل حاجتين وهم بكل بساطه. انت دلوقتي ماشي في مجال مطلوب عالميا، بس ممكن مش محليا في الدول العربيه خاصه كتير. ففي الغالب كده انت هتتعامل كفريلانس او هتشتغل بره. ده حاجه وش تمام لو وصلت لمستوى متقدم، فبالتالي يطلب منك لغه. فانا ليه اروح بعد ما يعني فاهم اللي هو فانا هصعب الطريقه على نفسي شويه، ولكن هلاقي نفسي زي ما اتكلمت في الطريقه اللي انا بتعلم بيها انجليزي، ان انا I can speak English without trying to speak English. اللي هو انا اقدر اتكلم انجليزي من غير ما احاول اصلا اتكلم انجليزي، بحيث ان زي ما انت شفت كده الانجليزي بتاعك هيتطور اثناء ما انت بتتعلم من غير ما انت تحس اصلا. تمام، وبس كده، سلام.